صباح الخير عليكم أو مساء الخير عليكم حسب الوقت اللي انتوا بتشوفوني فيه. النهاردة أنا طالعة أحكي لكم على الإيفنت بتاع بطلة اللي كانت اللي منظمه اليوتيوب. الحقيقة ده كان يوم جميل جدا جدا، وأنا بشكر كل القائمين على اليوم ده. بصراحة احنا قضينا يوم جميل جدا جدا، والناس كانت في منتهى الذوق. احنا كنا فرحانين لان كلنا كنا متجمعين. في ناس طبعا اكيد ما يعرفوش بعض. شفنا ناس مشهورة زي فاطمة ابو حاتي. اليوم بدأ بان هم اخدوا الناس بالباصات من اماكن تجمع معينة. المكان كان في بيفرلي هيلز في اكتوبر، في كومباوند الجيريا. اتجمعنا طبعا هناك. بدأنا اليوم بان احنا فطرنا، كانوا عاملين لنا اوبن بوفيه فطار عبارة عن كيك وكرواسون. وبعد كده دخلنا القاعة. اتكلموا مجموعة من الناس، منهم الأستاذ طارق اللي هو المدير اليوتيوب. رحب بينا واحنا الحقيقة كنا سعداء جدا ان احنا شايفينه. بعد كده طلعوا مجموعة من اليوتيوبرز المشهورين اللي منهم فاطمة ابو حاتي ويسرى مختار. اتكلموا معانا شوية، حفزونا وعرفونا ازاي ان احنا نحافظ على الريتم بتاع القناة بتاعنا والاستمرارية. وبعد كده دخلنا في فقرة احنا اتقسمنا لمجموعتين. المجموعة الأولى كانت عملت حاجة زي تنسيق الظهور، والظريف في الموضوع ان احنا بعد ما نسقنا الظهور كل واحدة خدت الفازة اللي هي نسقتها. والمجموعة التانية عملوا حاجة كده زي دونا كده ازاز ملون وقطعة كده من الخشب، والمفروض ان احنا لزقنا القطعة دي كلها في القطعة الخشب ده. كان كوستر للشاي، لكوباية الشاي او القهوة، وبرضو في الاخر احنا خدناه. وبعد كده اتبدلنا مع بعض. المجموعة اللي عملت تنسيق الظهور عملت لزق الازاز والعكس. وبعد كده اتفاجئنا ان هم كانوا عاملين لنا غدا اوبن بوفيه. الحقيقة كان اليوم جميل جدا جدا، واحنا استمتعنا جدا جدا جدا، وبجد فرق معانا حاجات كتير. يا رب عقبال ايام كتيرة زي كده، وبالتوفيق لكل زملائي واخواتي، وربنا يا رب يجعلها حاجة كويسة على الجميع.